فيلم اليوم عن ولد بالمدرسة توصل بنت عمه زيارة من السفر، فبيعجب فيها لأنه حلوة وناعمة، وبصير يراقبها من الشباك وهي عم تغير تيابها، وهي بتكون متربية بروسيا وبتحب هالحركات. وبمنتصف الفيلم بصير في بينهم حب اللي بالي بالكن. فهمتوا علي صح؟ بس يا حرام الأمور بتخرج عن السيطرة، وراح اشرح لكم شو صار. بس لنا زر اللايك معلم ويلا نبدأ. الفيلم اليوم رهيب كتير وبيعجبكن كتير، وبيبدأ ببداية ولعانة على الآخر مع مجموعة أصحاب صايعين ضايعين وموجودين بمسبح وعاملين حفلة وأجواء صخب والكذا مزة ولعان على الآخر، وعم يسبحوا ويضحكوا، ومنشوف اتنين عم يعملوا كذا مزة جوا المسبح ومروقين على الآخر. ومنتعرف على مارك بطل فيلمنا، ويا نياله بتعجبه بنت حلوة كتير وبياخدها على جنب لحتى يدلعها شوي ويعمل معها كذا مزة، بس البنت ما بيعجبها الموضوع وبتهرب منه. ومارك بينزعج كتير وبيغادر وبيروح على البيت فورا، وبيفتح اللابتوب وبيدخل على المواقع اللي بالي بالكم وبيقضيها كذا مزة مع حاله للصبح لحد ما ينام بدون ما يحس. وبتجي امه لتصحيه غصب عنه لانه هو كتير تعبان. تعرفوا شو اللي متعبه صح ولا لا؟ اكتبولي بالتعليقات. وبتخبروا امه انه عمه ومرت عمه الروسية راح يجوا يزوروهم اليوم، وبعد شوي بيصلوا ومنشوف جينا مرت عمه لابسة ملابس مثيرة جدا ولون كنزتها حلو كتير. انا نوردن بتعجبني هيك الوان، وانا وبطل الفيلم مارك ضلينا عم نطلع على لون الكنزة كتير وما حدا يفهمنا صح. وبيطلع مارك واخته على البلكون لان بتكون الدنيا حر وفي حرارة بالاجواء، واخته بتخبره انه اذا انا بنت وركزت مع لباس جينا كتير ولفتني لون الكنزة كيف انت شاب. بس بتقاطع كلامهم امهم وبتخبرهم انه ما بيصير نحكي هيك على العالم. يعني صح عندها شوية حركات ولون كنزتها مغري كتير، بس كمان بتضل مرت عمك، وهذا اللباس بروسيا عادي كتير. وبتخبرهم انه بنت مرت عمك راح توصل بكرة من روسيا، وبتطلب من مارك يهتم فيها. تاني يوم بيروحوا كلهم على المطار يستقبلوا ناتاشا بنت جينا، بيكون عمرها 14 سنة وحلوة كتير، وبيرجعوا كلهم على البيت مع بعض. بس ناتاشا بتكون غير سعيدة ولا مندمجة معهم، لهيك امه لمارك تطلب منه ياخد ناتاشا ويسليها شوي. ومارك بياخد بنت عمه وبصير يفرجيها على بيته وبيطلعها على غرفته، وناتاشا بتسأله كيف بيمضي وقته بغرفته، ومارك بيخبرها انه بيقرأ كتب ومطالعة وبيحضر افلام وهيك اشياء. بس ناتاشا ما بتصدقه، وفورا وبدون مقدمات بتسأله إذا بيعمل كذا مزة بالغرفة مع بنات. وهون مارك بيتفاجأ وبيفرح وبيستغرب، وبتختلط المشاعر عنده، وهو اللي كان مفكرها صغيرة ومؤدبة، بس البنت بتطلع خبرة وبتفاجئه أكتر وبتخبره إنه هي عاملة كذا مزة أكتر منه بكتير، يعني حوالي 100 مرة أو أكتر. يعني البنت تعبانة بحياتها كتير، بس مارك بيفكرها عم تكذب، ولهيك ناتاشا بتصير تفرجيه على صور كتير لإلها وهي عم تعمل كذا مزة، وبتخبره إنه في إلها فيديوهات كتير على النت. يعني البنت تعبانة كتير بحياتها صح أو لا؟ اكتبولي بالتعليقات. وبتخبره إنه هي حابة تجرب هالشعور مع ابن عمها وحابة تعمل معه كذا مزة، بس مارك بيرفض وبيخبرها إنه هن أقرباء وما بصير يعملوا هيك مع بعض. وهي بترد عليه انه لا تهتم لها الموضوع اصلا، وبتخبره انه هي ما بتحب امها لان امها تشتغل بالكذا مزة وهي حدا سيء كتير. وهون مارك بيعرف ناتاشا لمين طالعة. وتاني يوم منشوف مارك عن صاحبه وبيعطيه اعشاب اللي بالي بالكم لحتى يوزعهم، ومنشوف انه مارك بيشتغل هالشغلة من زمان. والمساء امه لمارك تطلب منه ياخد ناتاشا ويعرفها على البلد ويسليها، وبيروح مارك فعلا لعندها وبتستقبله امها لناتاشا، وبتخبره انه ناتاشا مزعوجة منها لان خلتها تسافر وتترك روسيا واصحابها، مع انه هي بدها حياة سعيدة لبنتها وتكون احسن من روسيا. والام بتاخده على غرفة ناتاشا، وناتاشا بتفتح له الباب وبتصير تتخانق مع امها، وبعدها بتتركها وبتركض برا البيت
وبيركض مارك وراها، وناتاشا بتصير تشكيله على امها وبيضلوا يتمشوا مع بعض، ومارك الحنون عم يسمعها وبياخدها على بيت صاحبه اللي بيشتغل معه بالاعشاب، وبيمضوا شوية وقت مع بعض، وبياخد الاعشاب وبيروح يوزعها مع ناتاشا، وبيمضوا يوم حلو مع بعض وبيستمتعوا كتير، وناتاشا بتغير جو. تاني يوم كمان بيطلعوا مشوار تاني وبيغيروا جو وبيتسلوا وبيرجعوا على البيت مرة تاني، وناتاشا تطلب من مارك تجرب الأعشاب، وبالفعل بيجربوها مع بعض وبيجنوا على الآخر. وبعدين ناتاشا تفتح لابتوبه وبيطلع معها كل المواقع اللي عم يتفرج عليها على النت، وناتاشا بيعجبوها المواقع وبتندمج معهم بالجو، وبتبدأ تشلح تيابها على الآخر لحتى تفرحوا شوي. وأصلا هي من الأول كان بدها تعمل مع ابن عمها كذا مزة، وأكيد مارك ما بيرفض وبيعملوا لأول مرة كذا مزة. وبعدها بتصير تحكي له انه هي تعبت كتير بحياتها، من لما كان عمرها 12 سنة صارت تشتغل بمجال الكذا مزة وروخت كتير، وامها تعرف عن شغلها هاد، اصلا انه امها هي اللي بتجيب لها زباين وبتاخد المصاري منها وما بتعطيها شي، ولهيك هي ما بتحبها وعلاقتهم مدمرة على الاخر. ومارك بيسألها انه ما بتحبي امك لانه هي خلتك تشتغلي بهذا المجال، بس ناتاشا بترد عليه انه لا طبعا مو هيك، بس لأن هي ما بتعطيني مصاري أجار تعبي، والصراحة البنت تعبت عن جد وبتستاهل تاخد أجرتها. انتو شو رأيكم، تستاهل أو لا؟ اكتبولي بالتعليقات. وبعدها منشوف انه صارت علاقتهم اقوى بكتير، وناتاشا بتضل بالبيت عند مارك وبمضوها حب وحنان، وبتكون ناتاشا سعيدة كتير مع مارك، وخاصة انه بتحب اهله. ومع الايام منشوف انه مارك صار يحب ناتاشا عن جد، وبالليل بياخدها على حفلة وكمان بيلعبوا وبيغنوا وبيفرحوا كتير. وبعد كم يوم اما لناتاشا بتسافر مع زوجها لبرا البلد، وبيتركوا ناتاشا مع مارك، لان يعني انتو شايفين انه مارك كتير عم بيدير باله عليها. وبيوم بالليل بتيجي ناتاشا على غرفة مارك وبتخبره انه ما عم بيجيها نوم، ومارك بيرد عليها انا بدي نام، تصبحي على خير. لا طبعا مو هذا الشيء اللي صار، ما حد يصدق، لان منشوف انه مارك ضعيف كتير من ناحيته، وبيصحى معه وبيطلعوا يتمشوا، وناتاشا بتكون حزينة كتير وبتخبره انه هي كتير مرتاحة عندهم وما بدها ترجع لعند امها، ومارك بيفرح كتير. بس تاني يوم والدة ناتاشا وزوجها بيرجعوا من السفر وبيجوا لعندهم لحتى ياخدوا ناتاشا، بس هي بتكون ما بدها ترجع معهم، بس امها بتعصب عليها كتير وبتحكي لها مو على كيفك، وانا بعرف ليش بدك تضلي مع مارك وبعرف شو عم تعملوا كل الوقت. وناتاشا بتعصب اكتر وبتصير بينهم خناقة كبيرة، وبتخبرها شو قصدك، لا تكوني مفكرة انه عم اعمل كذا مسا مع ابن عمي كل يوم، لا طبعا انت غلطانة. المهم بيتدخل بينهم ابو مارك وبيخلي ناتاشا تروح مع امها، وتاني يوم بيروح مارك على بيت ناتاشا وبيعتذر من امها لان عمل كذا مزة مع بنتها، بس الام بترد عليه انه اكيد ناتاشا هي اللي خلتك تعمل هيك، انا بعرف بنتي ونعم التربية والله. بس الام بتطرده من البيت وبتطلب منه ما يشوف ناتاشا مرة تاني، وبيرجع على بيته وبيكون حزين كتير، بس بيتفاجأ بالليل انه ناتاشا جاي لعنده وجايبة معها اغراضها كلهم، وبتطلب منه يهرب معها على امريكا وبيبدوا حياة جديدة مع بعض، وبتخبره انه عمه ترك امه وهالشي بسببها، ومارك بيستغرب وبيسألها ليش بسببك، وناتاشا بتخبره انه عملت كذا مزة مع عمه. يا بنت اللذينة مو تاركة حدا من شرك. المهم مارك بيخليها تنام هالليلة عنده بدون ما حدا يشوفها، ولأول مرة ما بيعملوا شي، وتاني يوم بيعطيها مصاري لحتى تدبر حالها بأمريكا، يعني ما رضي يهرب معها. وبتفل ناتاشا من البيت بكير لحتى ما حدا يشوفها، وبعد ما يصحوا كلهم منشوفهم عم يحكوا عن جينا وزوجها وشو صاير بينهم، بس مارك ما بيشارك معهم وبيعمل حاله ما بيعرف عن شي. وبعدها بيتصل فيه صاحبه بس مارك ما بيرد عليه، وبعد كم يوم بيروح لعند صاحبه لحتى يكفي شغله بتوزيع الأعشاب، وهون بتكون الصدمة وبيشوف ناتاشا ببيت صاحبه وبيعصب كتير لأن بيعرف إنه ناتاشا ما بتنضمن، واكيد عملت كذا مزة مع صاحبه لان شكلها ما فيها تعيش بلا كذا مزة، وبيخبرها انه كان مفروض تكوني بامريكا
وبيعصب كتير على صاحبه، بس صاحبه بيرد عليه انه انا اتصلت فيك لحتى خبرك انه ناتاشا عندي، بس انت ما كنت ترد. وبيخبره انه ناتاشا مجرد طفلة وما كانت رح تعرف تعيش بامريكا لحالها، وبيحاول يهديه ويفهمه شو الموضوع. بس مارك بيضل مزعوج كتير لانه بيعرف ناتاشا شو رح تعمل، وبيطلع عليها نظرة غضب، وبتكون ناتاشا زعلانة منه كتير، وبيتبادلوا نفس النظرة. وبيرجع مارك على البيت وبصير يطلع على غرفته من الشباك اللي كانت ناتاشا تناديله منه، وبيكون حزين كتير، وبيعرف انه خسر حدا غالي كتير عليه، وانه البنت اللي حبها عن جد راحت من ايده وصارت ملك صاحبه. وهيك بيخلص الفيلم. شاركوني رأيكم بالتعليقات ولا تنسوا زر اللايك. كان معكم نوردن، يلا سلام.